أما العلوم الظاهرة فهي منتهية أو متناهية، فتكلم فيها أهل العلم على قدرهم، والأصل فيها النقل والعقل، فهي محدودة بحد العقل لا بحد مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. فبعضهم جعل 5 وبعضهم دون ذلك وبعضهم أكثر من ذلك، يعني السيرة النبوية الشريفة، الشمائل، الدلائل، الفضائل، الخصائص، بعضهم جعل 5، وقلنا بأنه لابد أن تضاف عليها على الأقل العلم السادس، وهو علم التعلق، الحقوق النبوية الشريفة، لأنها أوجب هذه العلوم، أي العلم الذي نتعلم به أو نتعرف فيه على محبة سيدنا رسول الله والصلاة عليه والإيمان به وهكذا. هذه الأمور واجبة علينا، حقوق سيدنا رسول الله التي ألف فيها القاضي عياض كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتستطيع أن تضيف بعض العلوم الأخرى كذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا في التقسيمات. مثل هناك من يعني تكلم في الأسماء المحمدية وأفردها علما، وهناك من أضافها إلى الشمائل، أردفها تحت الشمائل. هناك من تكلم في نواميس الوحي، أي الكلام على شؤون الوحي، نبوة ورسالة وتنزل القرآن الكريم وعلاقة القرآن الكريم بسيدنا رسول الله. وهناك من أدخلها تحت الفضائل، وهكذا. تستطيع أن تفرد كذلك علم خاص أو فن خاص بالأدب المحمدي صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأنه يحتاج منا إلى اهتمام، أي هذا الفن الذي يجمع الصلوات والمدائح والمواليد والمعارج وهكذا، وهي بالمئات إن لم نقل بالآلاف أو بالملايين، سيما المدائح النبوية الشريفة، فهو فن قائم بذاته. الفائدة أن هناك علم ظاهر، إن أردت أن تجمعه كله في علم واحد وتجعل هذه التقاسيم هي فنونا فيه فلا بأس، وإن شئت أن تفرد كلا على حدة فلا بأس. كما نقرأ في علوم القرآن الكريم التي ألف فيها بعض ساداتنا الإتقان في علوم القرآن، فألحقها الإمام السيوطي إلى 70 علما، مع أن كلها داخلة تحت مسمى واحد وهي مسمى علوم القرآن. كذلك علوم الحديث النبوي الشريف فهي حوالي 10 وأزيد، وتحت علم واحد ويدرسها متخصص فيها تخصصا واحدا. كذلك العلوم المحمدية نستطيع أن نجعلها تخصصا واحدا، فيها هذه الفصول أو هذه الفروع أو هذه العلوم، لا بأس.